الشيخ أبو حيدر المالكي من الكاظمية. السلام عليكم. الله يحفظكم يبارك الله. السلام عليكم شيخ أبو حيدر المالكي من الكاظمية، تفضل أنتم على الهواء مباشرة. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا شيخنا، تفضلوا مداخلتكم. حياكم الله وبياكم إن شاء الله ونصركم على أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أحسنتم وأنتم كذلك. وجعلكم إن شاء الله منارا وشمعة ومصباحا بكم إن شاء الله ربنا أمام كل الذين على قلوبهم مرض. فالذي لا يشعر بالبراءة من أعداء أهل البيت ليس له نصيب من ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله عليه. سلام. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه المبارك أن نكفر بالطاغوت قبل أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. أحسنت. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الله. الذي لا يعلن براءته وكفره والإعلان بالبراءة والكفر طواغيت زماننا وطواغيت من سبقنا لا يدعي بأنه شيعي، فليذهب إلى الذين تلبسوا بعبارة التشيع. أحسنت وما أكثر. مع الأسف. وحتى العمامة التي على رؤوسهم مع تقديري وتقديسي وإجلالي وتعظيمي تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلعنهم في كل لحظة تستقر على رؤوسهم والله. ولكن العجب كل العجب للذي يحمل هذا الأمر وهذا النسيم وهذا النور، ونرى تقلبك في الساجدين وينتسب إلى هذا النور الأعظم، وبالتالي مع كل أسف من أجل حطام الدنيا ومن أجل جاه ومن أجل الشهرة ومن أجل منفعة ومصلحة، نعم يخلع هذا الرداء الطاهر أو يجهل بشكل أصح هذا الرداء الطاهر أضاءة الذين يقاتلون أعداء أهل البيت، الذين يفجروننا يذبحوننا يفتكون أعراضنا. يا سيدي العراق الآن قرأت عليه الفاتحة، العراق الآن قرأت عليه الفاتحة. مع الأسف حرام أيها المؤمنين. سلام الله عليه. هو الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين رحم الله عبرك. كفر وعدوانا. سيدي الفاضل إلى أين المصير يا فتاة الله يا بقية الله؟ أدركنا يا صاحب الزمان العجل العجل. اي والله. لماذا كل هذا الذي يجري فينا؟ شبابنا تقدم أرواحهم يفرقون دماءهم، والذين يتباكون على من قتلونا يتحالفون مع الذين يذبحوننا. إلى متى هذا؟ أنا بالأمس أو قبل أمس سمعت، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، سمعت هذا الذي يدعي طلقاني حقيقة مع جلالكم الكريم. والله أدمى قلبي. لا إله إلا الله. والله بكيت على نفسي قبل أن أبكي عليه. الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا لم ينتفضوا لدماء الزهراء، شيخنا لم فقط انتفضوا لدمائهم لمصالحهم لحياتهم الدنيوية، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولكن على الزهراء الكل تجاسروا على دماء الزهراء، تجاسروا على علي سلام الله عليه، لم يبرأوا من عدو علي سلام الله عليه، لم يبرأوا من قاتل الزهراء، فقط يخطئون قاتل الزهراء. دماء الزهراء الآن ضاعت. شيخنا الآن قبر الزهراء لما هو مخفي عنا؟ لماذا لم نوفق لزيارة قبر الزهراء لتشييعها لمواساتها؟ هذا كله بسبب ضعفهم، بسبب تخاذلهم، بسبب ذلهم. هذا فعلوه بنا، أرجعونا قرون شيخنا. لو تلاحظ أنه الأقدمين نهضوا بنا، ولكن هؤلاء أقعدونا عن حقنا، جعلوهم هم أهل الحق ونحن أهل الباطل، جعلوهم هم الأعلى علينا، هم الذين يستعلون علينا. نحن أقوياء بالله وبأهل بيته وبالزهراء. الزهراء هي أول من رفضت خلافتهم ورفضت باطلهم. الزهراء هي التي احتجت عليهم وأشارت بيدها الكريمة وقالت لهم فقاتلوا أئمة الكفر، وأنها أعلنت قال سأدعون عليكم في كل صلاة أصليها. قالت الزهراء والله إني أخاصمكم
ويكون الحكم الله والخصم لكم محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء لم يعتنوا لقول الزهراء ولم يقيموا حجة لها ودفاعا عنها. رحم الله عبرتك شيخنا، أكمل لكم الحديث. سيدي الله يحفظكم، أنا متيقن كما أني أرى وأنظر إلى وجهك الكريم أن هذا توفيق من الله الذي يدافع عن مظلومية الزهراء، هذا توفيق من الله. أما من سلب ذلك التوفيق فلا نرجو منه خيرا، ولا يستطيع أحد أن يجعل دماء الزهراء طاهرة روح الفداء. سلام الله عليه. لا يستطيعون هؤلاء ولا أتباعهم ولا أشياخهم ولا أسيادهم أن يضيعوا ذرة. هي نور الله، لأن ذرة من قطة الزهراء هي الكون كله. اي والله، هي الفلك، هي ذرة من الحجة. قطة فاطمة الزهراء تعادل الكون بأس كونه. يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك. الله يا زهرة، هي أمة الله شيخنا، هي أمة الله الزهراء شيخنا، حرمونا يا محمد نورها. لولاك ما خلقت الأفلاك، ولا علي ما خلقتك، ولا فاطمة الزهراء ما خلقتكما. والله حمد مصاب من حسن محاد، مصاب من حسن محاد يا زهراء، راح الجان وابيها ولحن كثر من صيحة وخلعته وانصرحه ومسيح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا أريد أن أطيل عليك سيدي ومولاي. أحسنت شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. تشرفت بهذا ما لا أقول. سيدنا يا صاحب الزمان سجل لي هذا اللقاء مع هذا صوت العطرة، هذا صوتكم. سجل لي يا صاحب الزمان، فأنت الله سبحانه وتعالى يقول وقد اعملوا سخر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا صاحب الزمان يا سيد المؤمنين، نعم انظر الى عمل هذا واجعله في سجل اعمالي لديك. جوارك امك الزهراء فتكون شفيعة لي، ولهذا يا سيد انا متعلق بعبادة بمناسك. لا تتبرؤوا مني، خذوا بيدي فانا خادمكم. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، نشكركم جزاكم الله الله يحفظكم، الله يبارك في اعماركم، اشكركم، الله يحفظكم ان شاء الله.